في حلقتنا النهارده هتكلم عن الآثار اللي هتترتب على عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لولاية تانية، وهنتعرف أكتر على مضمون صفقة القرن اللي كان عرضها ترامب في أواخر ولايته الأولى لأمريكا، وهنعرف مع بعض مصيرها ومدى إمكانية قبول فلسطين بها والدول العربية، وهعرض لك ردود الفعل العربية تجاه صفقة القرن. فعلى السريع خلينا نبدأ. إعادة انتخاب ترامب مرة تانية لرئاسة أمريكا هتكون لها تداعيات مهمة وخطيرة على الشرق الأوسط، لأن ترامب خلال حملته الانتخابية الأخيرة واللي على آثارها فاز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لولاية تانية، وعد بأنه هيوقف الحرب سواء كانت في أوكرانيا أو في لبنان أو غزة. ولأن ترامب في الأساس رجل أعمال ودايما بيميل لتعزيز الوضع الاقتصادي، وبيؤمن بأن التنمية والتطوير مش ممكن أنهم يتموا وسط الحروب اللي دايرة حاليا. وعشان كده ترامب شايف انه من المهم حاليا خفض مستوى التوتر بخصوص الحروب اللي دايرة سواء في غزة او لبنان او اوكرانيا. وبسبب حرص ترامب على علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي، فهو ممكن انه يستغل العلاقات دي عشان يقنع نتنياهو بانه يوقف الحرب في غزة ولبنان مقابل انه يساعده في اتمام عملية التطبيع مع السعودية. ودلوقتي بمناسبة الكلام عن صفقة القرن، خلينا أقول لك إنه في 2017 في عهد ولاية ترامب الأولى لأمريكا بدأ التجهيز لخطة للسلام في الشرق الأوسط لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وكان مرتب إن خطة السلام دي يتم تقديمها للعلن في 2018، ولكن اتأجل الإعلان عنها أكثر من مرة. ووثيقة مشروع السلام الأمريكي المعروفة بصفقة القرن مكونة تقريبا من 200 صفحة تم تداول مضمونها إعلاميا في شكل تسريبات. وبالنسبة لتفاصيل الصفقة، أنا في البداية هعرض لك مضمونها بغض النظر عن إن الصفقة دي هتتقبل من الأساس أو هتترفض سواء من الفلسطينيين أو مصر بالتحديد، لأن مصر جزء أساسي في حال تم تمرير الصفقة، أو حتى الدول العربية عشان ما تحكمش عليا من البداية إنه ممكن أكون مع صفقة القرن. ومضمون الصفقة بيتلخص في إنه هيحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية بدون جيش في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقيام مصر بمنح جزء من أراضي سيناء للفلسطينيين عشان يتمكن الفلسطينيين من إقامة دولتهم الجديدة. والأراضي اللي هتمنحها مصر للفلسطينيين في حال إن تم تمرير صفقة القرن هتسمح للفلسطينيين بإقامة مطار خاص بهم ومصانع ومنطقة للتبادل التجاري، وجزء منها هتكون بمثابة أراضي زراعية للفلسطينيين، وده حسب اللي بتنص عليه وثيقة صفقة القرن. وكمان هيتم إنشاء جسر معلق يربط ما بين قطاع غزة والضفة الغربية عشان يسهل الحركة ما بينهم، وتوسعة المعابر الحدودية وتطوير محطات الطاقة وتحسين البنية التحتية وإعادة تطوير المستشفيات وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل ملكية الأراضي وتحسين إمدادات خطوط مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي وإنشاء جامعة فلسطينية جديدة. ونصت صفقة القرن كمان على وجود مرحلة انتقالية مدتها 4 سنين انتظارا لمتغيرات سياسية ممكن انها تخلي الفلسطينيين يتخلوا عن موقفهم الرافض لصفقة القرن، مع اعلان سيطرة اسرائيل على 30% من الضفة الغربية ضمن المناطق المعروفة بالقسم جيم حسب تصنيفات اتفاقية أوسلو لسنة 1993. بالاضافة لان مدينة القدس هتفضل موحدة تحت السيادة الاسرائيلية الكاملة مع ضم جميع مستوطنات الضفة الغربية واللي بيزيد عددها عن 100 مستوطنة لإسرائيل، وده بهدف منع عودة اللاجئين الفلسطينيين ليها من تاني. وصفقة القرن دي تعتبر الاقتراح الأكثر سخاء اللي تم تقديمه لإسرائيل، لأنها بتضمن إقامة دولة فلسطينية رمزية محدش هيقبل بيها، والخطة في ظاهرها باين إنها بتدعم إقامة دولة فلسطين المستقلة واللي هتكون عاصمتها الضواحي الشرقية للقدس، بشرط ان دولة فلسطين الجديدة لازم انها تكون منزوعة السلاح، وده الامر اللي محدش هيقبله لا الفلسطينيين ولا العرب نفسهم. ومن المعايير اللي تم وضعها لتنفيذ صفقة القرن سعي أمريكا وإسرائيل بحسن نية لتنفيذ الصفقة بعد مشاورة السلطة الفلسطينية، واللي من بعدها الفلسطينيين هيكون لهم دستور جديد ونظام قانوني يضمن حرية الصحافة والانتخابات الحرة والنزيهة واحترام حقوق الإنسان وحماية حرية العقيدة وضمان حرية الأقليات في ممارسة شعائرهم وإنفاذ القانون بعدالة ومساواة.
وخلينا أقول لك إن المعايير دي هي بمثابة احتلال ضمني جديد للدولة الوليدة، وده طبعا في حال إنه تم القبول بتمرير صفقة القرن. ومن معايير تنفيذ صفقة القرن إن الفلسطينيين يلغوا من مناهجهم وكتبهم الدراسية كل ما يحض على الكراهية والمعاداة لإسرائيل والإسرائيليين وارتكاب أعمال عنف أو أعمال إجرامية بحقهم. ده غير إلزامية نزع سلاح من كل الفلسطينيين وإبقاء القدس موحدة عاصمة للدولة الإسرائيلية. ولو على الفلسطينيين فهيتساب لهم الأجزاء الخارجية من القدس الشرقية خلف الجدار العازل في الضفة الغربية، وإبقاء المسجد الأقصى تحت السيادة الإسرائيلية هو المصلى القبلي. وإن على الفلسطينيين إنهم ينسوا إن الحرم القدس الشريف هيفضل تحت الإشراف الأردني، وإن مهمة حماية المواقع المقدسة وضمان حرية التعبد هيتم منحها لإسرائيل. ودلوقتي هستعرض معاك ردود الفعل الفلسطينية والعربية بخصوص صفقة القرن. بالنسبة للفلسطينيين فهم رفضوا الصفقة وخرجوا في مظاهرات منددة بما يعرف بصفقة القرن. ومن جانبه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أعلن رفضه التام للصفقة وخطة ترامب، وقال إن القدس مش للبيع وكل حقوقنا مش للبيع والمساومة، وقال إن صفقة المؤامرة لن تمر وإن الشعب الفلسطيني هيذهبها لمذابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على قضيتنا العادلة. وقال إن الاستراتيجية الفلسطينية بترتكز على استمرار الكفاح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد الرئيس الفلسطيني على التمسك بالشرعية الدولية والتمسك بالثوابت الوطنية اللي صدرت على المجلس الوطني الفلسطيني في سنة 1988، وشدد على أن الفلسطينيين مش هيتنازلوا عن أي ثابت من الثوابت الوطنية. وأكد على أن خطة دونالد ترامب المعروفة بصفقة القرن قضت على إمكانية التوصل لحل القضية الفلسطينية عبر التوافد، ووصف الصفقة بأنها ليست صفقة القرن بل صفعة القرن، ورفض التفاوض على أساس صفقة القرن. ومن جهتها أكدت السعودية على الوقوف خلف خيارات الشعب الفلسطيني وشجعت على دخول الفلسطينيين والإسرائيليين في مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية لمعالجة أي خلافات ما بينهم. ومصر من جهتها أكدت على ضرورة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية وفق مقررات الشرعية الدولية. ودولة الإمارات رحبت بالصفقة كانطلاقة للعودة من جديد للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في إطار دولي تقوده أمريكا. والأردن من جهتها وعلى لسان وزير خارجيتها أيمن الصفدي حذرت من أي إجراء أحادي من جهة إسرائيل لفرض وقائع جديدة على الأرض، وأكدت على التمسك بحل الدولتين على أساس حدود 1967. والرئيس اللبناني ميشيل عون كان أكد على أن تمسك لبنان بالمبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية وخاصة حق الفلسطينيين في العودة من جديد لأراضيهم وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وتمسكت وزارة الخارجية الجزائرية بحق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، واعتبرت أن صفقة القرن موجهة ضد الفلسطينيين. ولحد هنا انتهت الحلقة. أتمنى تكون عرفت مضمون صفقة القرن وردود الفعل العربية تجاهها. وفي النهاية استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.